انا فاهم انا بعدي بايه، وفاهم ده جاي منين، وفاهم كل حاجه، ولكن مش بتغير. المصطلح ده من اهم المصطلحات اللي انت محتاج تفهمها لو انت عايز تتغير في اي حاجه في حياتك، وهي كلمه وايرنج. وايرنج جايه من واير او سلك، او لما انت تربط حاجتين ببعض فكانك بتعمل وايرنج. ندخل في الامثله على طول. لو انت واحد لسه بيتعلم سواقه، ففي البدايه انت مركز قوي ماسك دركسيون ومركز مع الغيار وبتبص في المرايه، حاسس قوي بكل حاجه بتحصل، ولكن مع الوقت انت بقيت بتعمل ده بشكل اوتوماتيك. ولو سالتك ايه اللي حصل هتقول انا اتعودت. دي هي وايرنج، ولكن انا اتعودت دي الحاجه اللي احنا شايفينها من بره، ولكن الوايرنج هو اللي بيحصل جوه في مخنا. هتكلم بشكل علمي لمده دقيقه، وبعد كده هبسط بامثله علشان ما تقفش مني. هي دقيقه واحده. اي حاجه احنا بنعملها في حياتنا هي عباره عن ان في خلايا عصبيه في المخ بتتواصل بينها وبين بعض. فلو انا بتنفس، بفكر، باكل، في خليتين عصبيتين او اكتر بيتكلموا مع بعض. هنا الوايرنج. لو في خليتين عصبيتين تم تحفيزهم بشكل مستمر في نفس الوقت بيعملوا كده they wire، بيرتبطوا ببعض. فتخيل معايا كده في مثال سواقة العربية، ان انا لو ماسك دريكسيون فهنا خلية عصبية بحرك بايدي التانية، هنا خلية عصبية بحرك بعناية، هنا خلية عصبية. التلاتة دول بيتم تحفيزهم في نفس الوقت ف they wire، فبيرتبطوا ببعض بالشكل ده. اصبح في حاجة اسمها احنا بنقول عليها من بره ان انا اتعودت على ده. عارفين لما نشم برفيوم ونفتكر شخص معين على طول اوتوماتيكلي من غير ما نفكر ولا نعمل اي حاجة؟ ده كمان وايرنج. البرفيوم المعين ده انا بشم، اللي بيحصل ايه؟ خلايا عصبيه بتتصل ببعض، وانا شايف شخص معين فدي كمان خلايا عصبيه بتتكلم مع بعض، فاللي بيحصل ايه؟ بيحصل وايرنج. بقى البرفيوم ده مرتبط بالشخص ده في دماغي، فاول ما بشم البرفيوم اللي بيحصل ايه؟ ان الوايرنج ده بيجيت تريجرد، كانك بتدخل رقم معين على طول يطلع لك 3 صور معينين مثلا. احنا فهمنا ازاي الوايرنج بيحصل، فده معناه ان في حاجات كتير احنا على مدار السنين حصل لها وايرنج. فلو انا عايز اغير فعل معين او انا عايز اتغير، انا لازم اكسر السايكل دي بشكل فعلي وبشكل قهري. فانا لما بفهم ايه المشكله وهي جت منين وعشان زمان حصل كذا، ستيل الوايرنج زي ما هو، انا بعمل نفس الافعال. لان حاجه كمان زياده، لما انت بتعمل نفس الافعال اللي فيها وايرنج، اللي بيحصل ايه؟ الوايرنج ده بيبقى اقوى. فطبيعي لما تفهم وتبقى بتعمل نفس الحاجات مفيش حاجه تتغير. باي ذا واي، الثيرابي او العلاج النفسي ما هوش سحر. العلاج النفسي اللي بيحاول يعمله ان انت ما توصلش للمرحله اللي انت تبقى فيها تريجر. ولو بقيت تريجرد في المرحله المعينه دي او في الموقف المعين ده وفي وايرنج، هاو تو بريك الوايرنج ده بشكل اسهل. لان كده كده انت عارف you need to break the cycle، بس ده 100% صعب. فاللي بيعمله الثيرابي ان هو provide you بتولز معينه، تكنيكس معينه تخلي ده اسهل، لكنه مش هيجي يغير مكانك، مش هيجي يعمل الفعل ده مكانك.